فانا كان افضل بالنسبه لي في الوقت ده اخد التفاحه الحمراء يا جماعه. انسب وقت للتفاحه الحمراء هو دلوقتي. ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض في سلسله الزومبي يا جماعه، مستويات الليل المرعبه الجميله. ما تنسوش بقى اللي بيشوفوني لاول مره يا جماعه تدعموني بالاشتراك واللايك، واحب اسمع رايكم في التعليقات. احنا دلوقتي داخلين على المستوى التاسع يا جماعه، جالي بونص. انا خلاص اتعودت، كل ما بدخل لازم بيجيلي بونص، بس هشوفوا بقى الاول ايه. لو حلو هلعبه، لو لا خلاص. انا لعبت معاكم قبل كده يا جماعه بتاع المطرقه ده، خلاص احنا حفظنا بتاع المطرقه وبتاع الفخاره، هم حلوين مش وحشين بس لعبناهم كتير مع بعض. انا هخش على المستويات عشان انا متشوقه العب المستوى التاسع يا جماعه معاكم، عشان اشوف ايه الزومبي الجديد اللي هيجيلي. هو ما جابش برده جديد، هو بس اداني الراقص زي ما هو وزود لي معاه ابو شباك حديد. انا طبعا بشوف الزومبي اللي جاي لي عشان اختار نوعيه الاسلحه، لاني مش هقدر اختار كل الاسلحه دي زي ما انتم شايفين كده. انا خدت المجاني طبعا عباد الشمس، سلاح ابو 100 اللي بياكل المقابر اساسي عشان المقابر تبقى كتيره، وعشان اوريكم بقى الفطر الاسود ده الضخم بيعمل ايه. وخدت الفطر الموف يا جماعه اللي هو طبعا بياكلوه ويرجعوا تاني. بحتاج له كتير، هو طلع فعلا افضل من البطاطسايه زي ما قال لي احد اصدقائي في التعليقات، قالوا لي يعني ان هي افضل من البطاطسايه، هي فعلا طلعت كده. اللي هيخليني احط بطاطسايه يقعدوا ياكلوا فيها؟ طب ما ياكلوا في الفطر وفي نفس الوقت هيرجعوا يلفوا يرجعوا تاني وياكلوا في بعض، فكده ابقى خلصت منهم يعني. فخدته معايا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا بدات انزل بالمجاني، خلاص انتوا بقيتوا حافظين يا جماعه. المجاني بنزل بيه على الحرف بوزعه كده، وبصوا انا نزلت في الثلاث اماكن ما عدا المكان الوحيد اللي جاي لي فيه زومبي، خدتوا بالكم؟ هي ميزه اللعبه برضو يا جماعه، المفروض ان احنا نتأنى شويه، لو لسه هننزل سلاح نشوف الزومبي هيظهر من اي مكان وننزله فيه. بس انا طبعا عشان حاسه ان هو ضعيف ولسه على ما يجي يتمخطر ويتمشى وكده، فهلحق احط له سلاح تاني كمان. بصوا هو كاله، ورغم ان دراعه وقع وخلاص كان هيموت، عايز حاجة تانية معاه، كان عايز 2 جنب بعض يكون افضل يعني. فانا دلوقتي يا جماعه هعمل صف الشموس زي ما انتوا عارفين، خلاص بقيتوا حافظين لازم بامن نفسي بصف الشموس الاول عشان هي اللي هتديني الفلوس اشتري بيها الاسلحه. وعلى ما اكمل صف الشموس هبتدي انزل على الحرف زي ما انتوا شايفين كده السلاح المجاني الموف، تمام. وهحاول ان انا ما اخليش السلاح الموف يعني واحده بس في كل مكان، لا احاول اكثف بقى. خلاص انا كده طمنت نفسي ان انا وزعت في كل مكان على الاقل في واحده، بعد كده بقى هحاول ان انا اكثف منه. خلاص قربت اخلص يا جماعه صف الشموس، اخر واحده اهو. هبتدي بقى انزل الاسلحه بتاعتنا. على فكره يا جماعه خلاص احنا قربنا نخلص مستويات الليل يا جماعه، مش قدامنا غير واحد بس اللي هو المستوى العاشر. لو كسبناه بقى هندخل على مرحله ثالثه، وهي هتبقى مرحله الميه. متخيلين بقى؟ وهيجيلي الزومبي اللي بيغطس، والمفروض ان انا اخد ورقة الشجر اللي انا بحط عليها اسلحة. ده انتوا هتشوفوا دنيا تانية خالص معايا، بس كملوا الفيديوهات يا اصدقائي بتاعتي للاخر عشان تشوفوا احنا بنكسب ايه والاداة اللي بنكسبها دي بتعمل معانا ايه. زي ما انتم شايفين انا خلاص كملت صف الشموس، وهبتدي بقى انزل بالسلاح الاخضر. الحمد لله اول ما اخد بالي رحت منزله السلاح الاخضر قصاد المكان اللي جاي فيه الزومبي اللي لابس قمع اورنج، فلحقت نفسي يعني. كان العاده كنت بنزله في اي مكان وخلاص وارجع احتاس بعد كده. دلوقتي خلاص انا اخدت بالي اول ما بظهر لي الزومبي، فبفضل ان انا احط السلاح في المكان اللي جاي لي منه الزومبي افضل من ان انا احطه في مكان لسه مش جاي فيه حد يعني. فزي ما انتم شايفين كده انا عايزه 2 سلاح اخضر فوق اهو. شفتوا اول ما جالي ابو قمع اورنج فوق جريت بسرعه حطيت له السلاح. طبعا ده على حسب ما يبقى معايا فلوس يعني، ما انا لو مش معايا فلوس هلحق ازاي اجري احط له سلاح اخضر؟ عشان كده انا بحب اعمل صف شموس اللي هو عباد الشمس ده، وافضل اخد بقى في شموس كده عشان يبقى معايا قدر كافي من الفلوس احط اسلحه في اي وقت. تمام. زي ما قلت لكم هي لعبه تركيز يا اصدقائي، بتحتاج ان احنا نركز في الوقت اللي بنجمع فيه الشموس. نركز نشوف الزومبي جاي منين ونوزع الاسلحه وناخد الشموس اللي بتطلع لنا بسرعه عشان ما تختفيش مننا. فاللي عاجبني فيها هي لعبه تركيز. انا دلوقتي يا جماعه عايزه اكل القبور، المقابر كتيره قوي زي ما انتم شايفين، عايزه اكل منها اي حاجه بس مش عارفه. انا شايفه ان انا اولى ان انا احط الاسلحه الاول، أأمن نفسي بالسلاح الأخضر وبعدها أشوف موضوع أكل المقابر ده. لو خدتوا بالكم الشريط فوق قرب يوصل لنصه يا جماعة، يعني الليفل خلاص بيقرب لنصه، يعني هيبتدي يبعت لي دفعات أكبر من الزومبي. وأنا هنا حطيت له زي ما انتم شايفين، بدأت خلاص عملت صف أخضر طمنت نفسي بيه. عايزة أعمل صف كمان بقى من الفطر الموف اللي بيترقص، العسل اللي بيرقص الجميل الفرحان ده، عشان خاطر ابقى ضامنه ان اللي هياكل منه هيلف ويرجع تاني. بس زي ما انتم شايفين انا بستنى لما هو ينور، لان لما بنبقى لسه واخدين السلاح
ما بنعرفش ناخده مرتين ورا بعض حتى لو معانا فلوس، يعني حتى لو معانا تمنه لازم نستنى لما السلاح ينور. تمام. انا دلوقتي معايا لسه 50 يا جماعه، لسه ما كملتش لا تمن السلاح الاخضر ولا حتى الموف. والشمس بالليل يا جماعه فعلا بتبقى ضعيفه وبطيئه جدا، وزي ما قلت لكم قبل كده انا ببقى نفسي حتى اعمل من عباد الشمس ده صفين وصف واحد عشان يديني انتاج اكتر، بس للاسف ما بيبقاش فيه وقت ولا فرصه. بمجرد ما باخد اول صف بيبتدي بقى يدخل لي الزومبي. بصوا شوفوا جالي ابو شباك حديد يا جماعه، وانا للاسف نسيت اجيب معايا في الاسلحه اللي هو بيعمل فقاعات الموف اللي هو المبقلص ده. يعني هو بابا الموف الصغنن اللي واقف ده اللي هو على الحرف ده، لا الكبير بتاعه بقى ده كان بينفع قوي مع جهاز الشباك حديد. جربته قبل كده في كام فيديو كان بيظبط معايا يا جماعه. بصوا انا دلوقتي بدات اكل اهو في المقابر. فكان بتاع الفقاعات ده بيخلصني منه بسرعه يا جماعه. بصوا بياكل السلاح هو لا همه. بس للاسف انا ما خدتش بالي، كان المفروض اول ما شفت بره ان الزومبي ابو شباك جاي كان اول حاجه عملتها كنت خدت اللي هو بيعمل فقاعات ده. مش مشكله، هو اصلا الحمد لله بعد ما كان سلاح واحد جه ياكل الموف فخلاص كان واقع مات يا جماعه. وجالي الرقاص الجميل اللي بيرقص العسل الفرحان ده اللي جالي بالديسكو بتاعه. انا برضو حطيت له الموف اهو، وناقص لي بس 2 موف كمان، واحد تحت خالص واحد كده في النص، وابقى امنت نفسي يا جماعه بصف شموس وصف اخضر وصف موف، وممكن ابتدي بقى اتسلع على المقابر كده اكلها. تمام. هو برضو مازال جاي يرقص، ربنا يستر. انا حاساهم يا جماعه ان هم هيدخلوا مش عارفه ليه، انا متوتره. هو واحد منهم كل اهو رجع بياكل فيهم، لا هو رجع بس هو مات، رجع ومات ما اكلش حد. هما اللي جايين بيكملوا في الاسلحه بياكلوا الاسلحه. انا بقى دلوقتي استخدمت الفطر الاسود يا جماعه. شفتوا بيعمل ايه؟ لقيت الحل الوحيد قدامي دلوقتي ان انا استخدمه، لان هما كانوا داخلين هياكلوا عباد الشمس والسلاح الاخضر وكان هيضيعوا لي محاوله عربيه وانا لسه ما وصلتش للفاينل يا جماعه. فاستخدمت الفطر الاسود. انا كنت جايباه معايا مش حبا فيه يا جماعه، انا كان ممكن اجيب التفاحه عادي. بس جبته معايا عشان اوريه لكم زي ما قلت لكم قبل كده ان كل اداه هنكسبها في مستوى هاخدها معايا في المستوى اللي بعده عشان اوريكم هي بتشتغل ازاي. دي بقى الحاجه اللي قلت لكم عليها قبل كده اللي بتخليني ما بحبش الفطر الاسود يا جماعه. شايفين بيحفر مكانه ازاي؟ لو جيت حاولت احط اي سلاح مكان الحفره اللي هو عملها دي للاسف يا جماعه مش هعرف، فهو بيأيدني. بيقعد وقت طويل جدا تقريبا لحد ما اللعبه بتقرب يعني تخلص، ويبتدي بقى الارض ترجع لطبيعتها تتلاشى يعني بالبسيط او بالبطيء لحد ما ترجع لطبيعتها واقدر ان انا احط مكانها سلاح. بصوا برضو جربت لكم اهو اداه الجليد. بصوا اتجمدوا ازاي، شايفين؟ هي اداه حلوه ووحشه في نفس الوقت. هي حلوه لان بتعطلهم وتجمدهم وتخليهم ابطا لحد ما الاسلحه تكون قدرت ان هي تخلص عليهم، وفي نفس الوقت يعني مش وحشه. يعني انا شايفه ان السلاح الازرق افضل منهم، بيعمل نفس الدور يا جماعه. بيجمد الزومبي وهو جاي في الطريق كده. هو طبعا السلاح الاخضر الازرق سوري بيجمد صف واحد بس اللي احنا حاطين فيه السلاح، مش كل الزومبي اللي جايين. يعني اداه الجليد دي ميزتها ان هي بتجمد كل الزومبي اللي جايين في كل الصفوف. تمام. انا ليه حاسه بالخطر، حاسه كده فوق ان انا الدنيا هتبوظ مني، ربنا يستر. بصوا خدتوا بالكم بقى مكان الفطر الاسود بدا يعمل ايه؟ بيتلاشى يا جماعه مع الوقت، بس بياخد وقت طويل جدا. يعني انا تقريبا قربت اخلص الليفل والجيم خلاص هيخلص يا جماعه وهو لسه بيبتدي يتلاشى، وانا عايزه احط مكانه حاجه مش هعرف. يعني انا لو استخدمت اكتر من فطر، بصوا عشان ما لحقتش اكل المقابر، بصوا طلعت لي قد ايه. عملت واحده اداه جليد تانية، بصوا اتجمدوا ازاي، بص ثبتهم ثبت صنم وقف مكانك. اتجمدوا يا جماعه لحد ما الاسلحه تفضل تضرب فيهم. الاداه دي هتنفعني فعلا لما يبقى معايا اسلحه كتير، يعني اسلحه قويه. في الحاله دي يا جماعه الاداه دي تنفع جدا، بتجمدهم وقت طويل على ما الاسلحه بتكون ضربت فيهم. بس انا عشان الاسلحه عندي هنا مش حاطه غير صف واحد اخضر فمش قويه قوي، فحتى لما هما بيتجمدوا مش بيبقى وقت كافي ان السلاح يخلص عليهم. فانا كان افضل بالنسبه لي في الوقت ده اخد التفاحه الحمراء يا جماعه. انسب وقت للتفاحه الحمراء هو دلوقتي، لا الفطر الاسود ولا اي حاجه تانية. هي تفاحه واحده في النص كانت هتخلصني من كل الجيش اللي انتوا شايفينه ده في مينت، وما كانش هتحفر مكانها ولا كانت هتكلفني كتير يا جماعه. انا خلاص خلصت الشريط الاخضر بيكمل، ده معناه ان الليفل بيكمل يا جماعه. يلا خدوا واحده كمان من اداه الجليد. شكلهم حلو اصلا، هم متحنطين متجمدين كده يا جماعه، وخلاص عشان هم بقوا ضعاف ولسه متجمدين مش قادرين يفكوا. انا كسبت يا جماعه خلاص، المستوى كمل. وجات لي رساله من الزومبي دول، اكيد بيهزروا يا جماعه. بعتلي رساله كاتبين فيها كده كلام غريب، بيقولوا ان هم عايزين يجوا يعزموا نفسهم عندي
عندي على ايس كريم، دول عالم رايقه يعني. عايزين مخ كده بالايس كريم ولا ايه؟ عامة يهددوا زي ما يهددوا براحتهم، ييجوا الصبح، ييجوا بالليل، ييجوا بعد الضهر، أنا ما بيهمنيش. أنا الحمد لله زي ما قُلت لكم قبل كده بعون الله لا أقهر في اللعبة دي يا جماعة، وخلاص وصلنا لآخر مستوى يا جماعة، آخر level في مستويات الليل، وهندخل على مرحلة تانية جديدة وهنكسب في المستوى العاشر لو كسبناه يا جماعة. الورقة الخضرا اللي بنحط عليها في المَيّة السلاح، واللي مش هينفع نلعب خالص المستويات اللي جاية من غيرها يا أصدقائي. ودلوقتي الفيديو بتاعي خلاص خلص، والمستوى بتاعي النهارده خلص، مش هطول عليكم أكتر من كده. هقول لكم استنوني فيديو تاني جديد بمستوى جديد، ودلوقتي أقول لكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، ويلا سلام، باي باي.